السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد شعبان. في البداية في قناة للأخبار موجود عليها كل الأخبار ديت. اشترك فيها من الرابط اللي يكون في وصف الفيديو وفي أول تعليق، أو اكتب في البحث زاجل في اليوتيوب، هتلاقي تاني قناة اشترك فيها مكتوب عليها زاجل للأخبار. تمام. هنتكلم بقى على الخبر. الخبر بيقول ان الحكومة بتفكر استبدال التوك توك بسيارات فان 7 راكب. وتاني حاجة كمان بيقولوا ايقاف التراخيص بتاعة المجلس المحلي، اللي هي المجلس المدينة يعني، اللي هي تراخيص المحافظات يعني المجلس المدينة. تمام. وتالت حاجة انهم بيقولوا ايجاد فرص عمل من خلال مشروعك او حاجة زي كده. هنشوف لكم دلوقتي بالظبط اهو. من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية، مشروعك اتبع وزارة التنمية المحلية. طيب، هل هذا الكلام هيتنفذ؟ لو هيتنفذ الثلاث حاجات دمت بالحرف زي ما هما مكتوبين كده، لو هيتنفذوا يا اهلا، يا اهلا وسهلا. يا ريت، يا ريت ايجاد فرص عمل، يا ريت استبدال التوك توك، ما عندناش مشكلة. يا ريت الحاجة التالتة ديت مش مهم، دي يعني كف تراخيص المجلس المحلي دي ولا لها أي لازمة. تمام. وقال لك كمان إن الجهة المنوط بيها ترخيص التوك توك هي إدارة المرور. إدارة المرور هي الجهة المنوط بيها ترخيص التوك توك. طب إزاي إدارة المرور منوط بيها ترخيص التوك توك، والتوك توك ده أصلا لو طلع على السكة والظابط شافه بيمسكه، ما بيسيبوش أو بيدفعوا غرامة. تمام. فدي سياسة احنا ملناش دعوة بيها، بس انا بقول رأيي. انا رأيي، معلش، برضه كل واحد ليه رأي بيعبر عن رأيه. انا رأيي ان ده توك توك ما بيمشيش على الطريق ولا الطرق السريعة، يبقى ما يرخصش مرور. لان انت لما ترخص له مرور ويكون كله مرخص، بسهولة جدا هيروح طالع، كله هيروح طالع على السكة الرئيسية. هتدفعه غرامة كبيرة. تمام. عشان ما يطلعش. طيب يبقى احنا كده بنخسر بعض وخلاص. طب ما ترخصلوش اصلا مرور، ما ترخصلوش اصلا مرور، رخص له مجلس محلي. ده مثلا راجل شغال في قرية ما بيطلعش على الضابط، ولا انت بتسمح له ان هو يمشي في المدينة، يبقى رخص له ايه؟ مثلا مجلس مدينة. عايز ترخص له مرور، رخص له، بس ايه؟ بس هتسيبه يمشي ولا لا؟ مش هتسيبه يمشي. طيب ما كده مش هيستفاد من الرخصة بحاجة، يبقى هو مش هيروح يرخص. ما خلينا واضحين مع بعض، مش هنضحك على بعض. الراجل مش هيستفاد من الرخصة بحاجة، مش هيرخص. انما هو لو يستفاد وهيمشي في اي مكان هيرخص. تمام. ايجاد فرص عمل. ايجاد فرص عمل ازاي في وسط كمية البشر الهائل اللي احنا فيها دي؟ الناس دي كلها هتجيب لها فرص عمل منين؟ ملايين دول هتجيب لهم فرص عمل منين اذا كان دلوقتي في وجود التوك توك والناس مش لاقيه شغل؟ امال لما بتوع التكاتك دول ما تسيبوا التكاتك، يا نهار ابيض، ده على اللي هيحصل. هتوجد لهم فرص عمل فين دول؟ مش عارف. ربنا يسهل الحال لما نشوف. متنساش تشترك في القناة الوصف بتاعها في الرابط بتاعها في الوصف الفيديو وفي أول تعليق. انتظرونا في فيديوهات جاية إن شاء الله. كان معكم أحمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.